يقول هذا السائل: هل صحيح أن الشيخ محمد أمان رحمه الله حصل أن ألقى محاضرة فلم يكن يحضر في تلك المحاضرة إلا طالب واحد وهو أنت، فإن صحت أرجو أن نسمع. لا، هي ليست محاضرة. هذا الرجل، هذا الإمام الهمام رحمه الله، أوذي في حياته وأوذي بعد مماته، وإلى يومنا هذا يؤذى والله بالظلم والبهتان والكذب وفرا ويمين لا أحنث عليها وأباهل عليها. ما من كلمة قيلت في حق شيخنا وهي صدق أبدا، كذب محض وافتراء. ولا أظن هؤلاء عندهم جواب ينجيهم بين يدي الله. لكن هذا الرجل رحمه الله أوذي في سبيل الله كثيرا، والسبب تمسكه بالسنة المحضة ودعوته للحق بالعلم والعدل. على كل حال ظلم في حياته وظلم بعد موته، ولعل هذا من الخير والحسنات التي تجرى له بعد موته رحمه الله. على كل حال هي ليست محاضرة بل هو درس. أقول من الإيذاء هذا التنفير منه رحمه الله، ولا زال هذا التنفير منه إلى الآن، ويطلقون هذه الإطلاقات الفاجرة الكاذبة، يصفون هذا الحق من أهل السنة بأنهم نعم يحذبون ويتكلمون في الناس، وهم أكثر الناس كلاما وفجورا في أهل الحق، وليس ذلك بعلم والعدل، وإنما هو بالظلم والجور والكذب والافتيات. وأعلم أعيانا منهم ورب السماء أنهم يعرفون أنه كذب محض، وجادلناهم فيه ويعلمون أنه كذب محض، ما عندهم عند الله حجة عند الله، ولكنهم يروونه لينفذوا هذا الباطل في الناس. وعلى كل حال هي ليست محاضرة ولكنه درس، وهذا الدرس كان في المسجد النبوي في عام 1400 تقريبا و7 من الهجرة في شهر رمضان. وكان شيخنا رحمه الله يدرس في صحيح الإمام البخاري في كتاب الصيام من الصحيح، فحضر رحمه الله، وفعلا ما ليست محاضرة هي، إنما هو درس. حضر ولا يوجد إلا الشيخ على الكرسي وأنا تحت بس معي الكتاب، ودرسني الشيخ رحمه الله وكأن الحلقة ممتلئة درس، ما قال ليش هذا طالب واحد. ثم بعد الدرس قال: من أنت؟ قلت: أنا فلان. ما الذي جاء بك؟ قلت: أتعلم. فدعا لي رحمه الله بالبركة والتوفيق. الشيخ يتمثل في هذا ما جاء في ترجمة الإمام عطاء ابن أبي رباح المكي الإمام العلم، ساد أهل مكة بالعلم، هو عبد مولى معتق من الموالي، كان دميم الخلقة، يعني ما فيه صفات خلقية تبارك الله أحسن الخالقين. قالت له أمه: جلس اسمع يا عطاء وهو صغير، تعال أنت أخرق مولى أعور كذا، عددت له عيوبه الخلقية هذه التي في صورته. عليك بالعلم. عليك بماذا؟ بالعلم. فوقعت هذه في نفسه وتعلم، فغطى ذاك العلم على كل هذه ماذا؟ المساوئ التي يظنها الناس مساوئ، فساد أهل مكة. ولهذا كان ينادى: لا يفتي الحجيج إلا عطاء. الخليفة ينادي: لا يفتي الحجاج إلا عطاء، وهو بين أظهر أئمة وسادات الأمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الإمام والحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين، لما تكلم عن التقليد وأن المجتهد
قد يحتاج ويضطر إلى التقليد أحيانا. ذكر رحمه الله هناك والله مقالة عظيمة ورائعة من هذا الإمام القرشي العربي القح الحجة في اللغة، الإمام الشافعي، كان يقول: قال: كنت إذا سئلت عن مسألة لا دليل عندي فيها، ليس عندي فيها دليل، كان يقول: ليس عندي فيها دليل وأنا أقلد فيها عطاء. هذا العربي قلد ذاك المولى، إمام وكلهم أئمة، لا يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى ومنه العلم. أقول الإمام عطاء، يقول الإمام الأوزاعي في عطاء، وانظر شهادة هذا الإمام في ذاك الإمام. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: مات عطاء يوم أن مات وكان من أرضى أهل الأرض عند الناس يرضون عنه، إمام، وما كان يحضر مجلسه إلا 7 أو 8. شوف، من أرضى أهل الأرض عند الناس وما يحضر مجلسه إلا 7 أو 8، قلة. فشيخنا رحمه الله كان لا يبالي لا بقلة ولا بكثرة، جاء 1 ولا جاء 10 ولا امتلأ المسجد عن بكرة أبيه يعلم. واضح؟ فهذه القصة رحمه الله وغفر له، وهذا من الإيذاء الذي تعرض له رحمه الله من التحذير من الدروس. اترك شهادتي قد تكون مجروحة، وإذا ما أردت في الخفاء إن كان عندك شيء مثلا حول الشيخ حاول أن تستمع إلى بعض أشرطته. اترك شهادتي واستمع إليها بعلم وعدل وإنصاف حتى تلقى الله وهو راض عنك، واسمع إلى هذه الأشرطة وإلى كلامه المتين وتأصيلاته العلمية. شهد بهذا القاصي والداني، حتى المناهضين للشيخ يشهدون له بالعلم والتقدم والرسوخ. اترك شهادتي وشهادة غيري واستمع أنت. اسمع إلى شرحه إلى تجريد التوحيد المقريزي، اسمع إلى شرحه إلى كتاب فتح المجيد أو التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، استمع إلى شرحه للتدمرية، والله لن تجد خيرا من ذلك الشرح من المعاصرين، من أفضل الشروح وأقواها وأرساها وأرسخها. اترك شهادتي واستمع أنت. اسمع إلى شرحه إلى القواعد المثلى لمن؟ العلامة الإمام محمد العثيمين رحمه الله. قال بعض أهل العلم الذين سمعوا شرحه قالوا: شرحه خير من شرح مؤلفه. وكان يجل العلماء إذا ما جاء الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، شيخنا الشيخ محمد يحضر في المدينة أحيانا، يحاضر يدرس في المسجد النبوي، كان شيخنا يحضر يوقف الدروس ويحضر معنا في درس الشيخ يستمع، وهذا من أدبه. أنت ترى شيخك الآن يحترم العلماء، ما تحترم أنت؟ هذا أدب، هذا من الأدب الرفيع عنده رحمه الله، ويحترم غيره من العلماء وغيرهم من أهل العلم، وهذا ظاهر منه رحمه الله. الشاهد: اترك هذه الشهادات فلان وعلان، اترك، كن منصفا، لا تدخل ذمتك شيء ما تستطيع أن تلقى الله عز وجل عليه بحجة ظاهرة. استمع أنت. أما هذا الإنصاف؟ أما ينادون بالإنصاف هم؟ أنصفون والإنصاف عندهم هو الموازنات، لكن اترك نعاملهم بما يقولون. أنصفوا أنفسكم، لا تنصفوا الشيخ، أنصفوا أنفسكم بس. على كل حال هذا الرجل أوذي، والله أوذي إيذاء بليغا ما ضره عند الله، ما ضره عند الله، وما فاضت روحه إلى بارئها إلا وهو يتلفظ بالتوحيد إشارة، بل كان في غيبوبته بقي فيها ليلة واحدة رحمه الله يستيقظ وينادي ابنه علي، هذا الذي شهد به أطباء
لهم من طلابه ولا لا علاقة لهم به. يستيقظ يا علي ينادي ابنه الملازم له، ثم يغيب ثم يستيقظ وقال يا علي بلغ المشايخ والطلاب أن يعتنوا بالعقيدة وبالتوحيد، ثم يغيب مرتين ثم غاب، فيقول الطبيب ما كان يتكلم ولكن كان يشير بإصبعه السبابة، رضي الله عنه ورحمه وغفر الله لنا وله، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. على كل حال والله ما قالوا كلمة صدق ورب السماء، ما قالوا كلمة صدق في حقه رحمه الله وغفر له.